السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة علمني على بعد 120 كيلو متر من مرسى مطروح. هنروح لمدينة سيدي براني على حدود مصر ليبيا في رحلة البحث عن النبات والأسمن والأغلى والبهظ الثمن يتخطى آلاف الجنيهات، وتستحق الرحلة العناء. ينمو في صحراء مصر القاحلة وينبت تحت الرمال إلا قليلا، بلا ساق أو أوراق أو أزهار، وبلا بذور ولا حبوب، ولا يحتاج فلاحة أو أي مجهود ولا تقاوى، حتى فقط العناية والرعاية الإلهية. بعد هطول أمطار ما قبل فصل الشتاء يتم حصاده في شهر يناير وفبراير. أشبه بحبات البطاطس، عرفه يعني البدو رحالة الصحراء باسم جواهر الصحراء وكنز الأرض، وأشبه بحبات البطاطس يسمى يعني فطر الفقع أو الجلاسي أو الزيدي أو الجبي أو الهوبر، ونعرفه في شمال أفريقيا باسم الترفاس أو الكمأة، كما أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 عام. نظرا لفوائدها العظيمة أوصانا بها من خلال يعني دواء وغذاء وعلاج. كذلك تعالج جميع أمراض العيون من خلال مائها، بها نشويات وبروتينات ومعادن، وبها أيضا تعالج هشاشة العظام والدم وفحولة الرجال والنساء والأمراض الجلدية والشعر وكل ما تشاء. الكمئة من خيرات الأرض العظيمة.